مرحبا بكم مستمعينا فيما يلي النشرة الثقافية. أسدل الستار في العاصمة الصينية على الدورة 23 لمعرض بكين الدولي للكتاب الذي استمر لمدة 5 أيام بمشاركة 2000 عارض يمثلون 60 دولة. وبالرغم من أن عدد الزوار تجاوز الرقم المتوقع لإدارة المعرض حيث بلغ 4 مليون زائر، فإنه يبقى رقما ضئيلا في دولة تحتل مكانة متقدمة في قائمة الدول الأعلى نسبة في معدل القراءة. وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن نسبة القراءة في الصين سجلت عام 2015 زيادة قدرها 6% عن 2011، وأفادت أن المواطن يقرأ في المتوسط 4.77 من الكتب الورقية في العام، ويعتبر ذلك رقما قياسيا بالنسبة للقراءة في دولة تأتي ثانية بعد الولايات المتحدة في السوق العالمية للكتب الرقمية. وقال مدير العلاقات الخارجية في المعرض تشياو تشو من شأن الحديث عن ضعف الإقبال، مؤكدا رضاه عن عدد الزوار الذي بلغ 255 ألفا وفقا للأرقام التي أوردتها الإدارة المنظمة. وشهدت المشاركة العربية في معرض بكين خلال السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا، ففي دورات سابقة كانت دول عربية تشارك بصفتها عضوا شرفيا وتستأثر بأكثر من 20 جناحا في الدورة الواحدة لنحو 15 دولة. أما في الدورة الحالية فقد اقتصرت المشاركة العربية على 3 دول، وهي الإمارات ومصر والمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد الناشرين العرب واتحاد الناشرين المصريين. وكان لافتا أن مشاركة الدول الثلاث جاءت في إطار اتفاقيات تبادل ثقافي مع الصين، وبالتالي فإنها مشاركات مجانية تمت فيها الاستعانة ببعض الكتب والمنشورات ذات الطابع الرسمي الموجودة في المكاتب الثقافية التابعة لسفارات هذه الدول بالعاصمة الصينية. ويرى صحفي مغربي أن السبب في ضعف المشاركة العربية هو ارتفاع تكلفة المشاركة فضلا عن عدم وجود كتب عربية مترجمة إلى الصينية، مشيرا إلى أنه لا معنى للمشاركة في معرض يقام بالصين بكتب تتحدث عن التاريخ والحضارة الصينية باللغة العربية. توفيت المخرجة السينمائية التونسية كلثوم برناز عن 71 عاما في أحد مستشفيات العاصمة، متأثرة بإصابتها في حادث انفجار اسطوانة غاز في منزلها. ونعت وزارة الثقافة التونسية في بيان لها المخرجة الراحلة، وقالت أن أعمالها تضرب بجذورها في الهوية والثقافة التونسية. درست برناز المولودة في تونس العاصمة عام 1945 الأدب واللغة الإنجليزية، ثم التصوير السينمائي في باريس عام 1968. في بداية مشوارها الفني عملت كلثوم برناز مساعدة للمخرجين كلود شابرول وكريستوف كليسلوسوفسكي وروندا الشهال، ثم أخرجت عددا من الأفلام القصيرة والوثائقية، وقدمت للسينما التونسية أول أفلامها الطويلة كسوة الخيط الضائع عام 1997، ثم شطر المحبة عام 2008. نبقى في الشأن السينمائي، حيث اختار مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي القدس في السينما العربية شعارا لدورتها 32 التي تجري خلال الفترة من 21 إلى 27 من سبتمبر أيلول الجاري، بمشاركة 280 فيلما من 30 دولة. وقال رئيس المهرجان الأمير أباظة اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في القاهرة بحضور السفير الفلسطيني جمال الشوبكي أن الفن جزء لا يتجزأ من السياسة، وأن تخصيص فكرة القدس خلال المهرجان محاولة لتسليط الضوء على معاناة هذه المدينة وأهلها الذين يسكنون ضمير ووجدان الشعب المصري.
وأكد أباظة أن الاحتفاء بالقدس حافز من أجل استعادة الأرض السليبة، مشيرا إلى أنه تم التوافق على تخصيص عام 2017 عاما للقدس في المهرجانات العربية لدعم الإنتاج الفني الفلسطيني. وقال السفير الشوبكي إن تخصيص مهرجان له إرثه التاريخي شعاره لصالح القدس من أرض الكنانة مصر لهي رسالة عظيمة إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإنسانية من أجل إنهاء الاحتلال. وأوضح أنه تركيز الفن وعدسته على ما يجري في القدس من مأساة إنسانية حقيقية واستهدافه من قبل الاحتلال الصهيوني للمدينة الحزينة تجسد فكرة أنه إرهاب ممنهج يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني وبقائه على الأرض. وتقرر أن يعرض فيلم الافتتاح الطوق الأبيض للمخرجة الفلسطينية حنين جابر إلى جانب مشاركة مجموعة من الأفلام الفلسطينية التي تتحدث عن القدس سواء الروائية والوثائقية أو القصيرة. انتهت النشرة الثقافية. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن الاستماع.